السلام عليكم أصدقائي، شلونكم؟ إن شاء الله تكونون بخير. اليوم حسوي لكم الفلافل. هنا أنا عندي نص كيلو من الحمص مغسول ومنقوع. هنا أنا عندي حبة بصل خضرة، وهنا أنا عندي حبة فلفل أخضر حار، وثلاث فصوص من الثوم، قليل من عصير الليمون. وهاي التوابل: ملعقة كوب ملح، ملعقة شاي بيكنج باودر، ملعقة شاي بيكنج صودا، ملعقة شاي كزبرة، ملعقة شاي كمون، ملعقة شاي بابريكا. هاي مكونات الفلافل أصدقائي. هسه أثرمها بمحضرة الطعام أو بماكينة اللحم، أثرمها وأرجع لكم لأن صوت الماكينة كلش عالي. انتظروني أصدقائي. هسه أصدقائي هاي الحمص ثرمته ويا حبة البصل والفلفل والثوم. هسه تقولون ليش خليتي فلفل أخضر حار؟ لأن الفلافل لازم رشة فلفل أسود أو رشة فلفل أبيض حار. أنا يعجبني أخلي هذا الأخضر يضيف نكهة طيبة وحرارته شوية أقل من الفلفل الأسود أصدقائي. وعندي بعد إضافة صغيرة: تضيفون ملعقتين من عصير الليمون على عجين الفلافل، وتضيفون فنجان على نص كيلو حمص مثروم، تضيفون فنجان من المي، تصير العجينة طرية والفلافل تنفش وياكم. زين أصدقائي، بس التوابل، هاي التوابل عندي والبيكنج باودر والبيكنج صودا ما أخليها إلا قبل القلي ب5 دقائق حتى تنفش عندي الفلافل. هسه راح أسوي لكم صوص أقدمه ويا الفلافل. هسه عيني هنا راح أسوي لكم صوص الطحينة. هذا يتقدم ويا الفلافل كلش طيب يجنن. المكونات: هنا راشي، شقد راشي؟ فنجان راشي، نص ليمونة معصورة، رشة ملح يعني ملعقة شاي ملح، زبادي فنجان، وثوماية صغيرونة مهروسة، ومي. هسه راح أسوي الصوص وشوفوا. هسه عيني نبلش بطريقة العمل. هاي أضيف أول شي الراشي. طبعا هاي الصلصة تجنن، أو صوص رائع ويا الفلافل كلش طيب. وهسه أدير الزبادي. وهنا أنا عندي الملح رشة صغيرونة، وهنا أنا عصير نصف ليمونة، وهنا أنا شوية مي، ونخلط. أحب يعني قوامها يصير لا سميك كلش ولا خفيف كلش. إن شاء الله تجربوها وتعجبكم. شوفوا قوامها أصدقائي يجنن يصير. هسه هنا راح أحضر لكم العنبة. عندي عنبة باودر، وعندي كوب من الماء. أضيف المي على العنبة وأخلط. شوفوا أساويها لأن شوية مرات يعني ما تتساوى. أظل بالوسك أخلط بيها فد دقيقة.
هي تثخن فدي شوية تصير تخينة، وأراويكم إياها أصدقائي عند التقديم. من أقلي الفلافل أراويكم عند التقديم إن شاء الله. شوفوا عيني، هاي النتيجة النهائية للفلافل، مقرمشة وتجنن. قدمتها ويا الزلاطة والعنبة، وهذا الصوص اللي حضرته وياكم، صوص الطحينة والزيتون، وأهم شي السماق لا تنسوه. وعندي فد ملاحظة صغيرة أصدقائي، نسيت أضيف ملعقة شاي مطحونة ويا الفلافل، ضفتها ويا العجينة ويا التوابل مالتها. ومن تقلون الفلافل شوية الزيت خليه يكون غزير وعلى نار متوسطة، النار لا كلش عالية، حتى تتقلى تتقرمش، ما تصير بطنها عجين. صحة وهنا حبايب، مع السلامة.